خلال الساعات الأخيرة تداولت وسائل إعلام دولية وإسرائيلية أنباء عن ترشيح اسم جديد لرئاسة ما يعرف بالمجلس الانتقالي لحكم غزة، وهو الكيان اللي بيجري الإعداد ليه لإدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب. الاسم المطروح مش سياسي جماهيري ولا قائد عسكري، لكن دبلوماسي دولي اشتغل لسنين طويلة في ملفات الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف. الترشيح ده بيجي في توقيت بالغ الحساسية بعد حرب مدمرة من غير نصر واضح ومن غير تصور متفق عليه لليوم التالي في غزة، وده خلى الموضوع أكبر بكتير من مجرد اسم. السؤال بقى، هل نيكولاي هو فعلا البديل الأفضل ولا هو البديل الأكثر أمانا سياسيا؟ والأفضل لمين بالظبط؟ لإسرائيل ولا لأمريكا، ولا هل ممكن يكون الأفضل لمصر؟ وليه في نفس التوقيت اسم توني بلير اللي كان مطروح بقوة في مراحل سابقة اختفى بهدوء من المشهد؟ هل احنا قدام تغيير شخص ولا تغيير مرحلة كاملة في إدارة الصراع؟ احنا في أنهي مرحلة؟ خلينا نفهم الأول احنا فين. اللي حصل دلوقتي مش سلام ومش حرب شاملة، احنا في مرحلة اسمها إدارة ما بعد الصدمة. حرب حصلت بس لا انتهت بنصر ولا بهزيمة ولا بحل سياسي، وفي اللحظة دي الدول الكبرى دايما بتعمل نفس الحاجة، تغير الوجوه مش السياسية. ومن هنا نفهم ليه وجوه قديمة بتختفي ووجوه جديدة بتطلع. ليه توني بلير خرج من الصورة؟ توني بلير كان عنوان مرحلة واضحة جدا، مرحلة التدخل الغربي المباشر. رئيس وزراء بريطانيا السابق، اسم تقيل لكن محمل بإرث خطير. حرب العراق، الفوضى، الوسائل الغربية السافرة. التقارير بتقول إن وجوده مستفز شعبيا، مرفوض فلسطينيا، محرج دوليا، ومكلف سياسيا. يعني ببساطة وجوده كان بيزود النار مش بيديرها. فكان القرار مش تغيير سياسة لكن تغيير واجهة. مين هو نيكولاي ميلادينوف؟ نيكولاي مش نجم سياسة، ده رجل ملفات، وزير دفاع سابق، وزير خارجية، مبعوث أممي للشرق الأوسط، اشتغل مباشرة في غزة ودخلها واتعامل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس من غير صدمات إعلامية ومن غير خطابات أيديولوجية، وده بالظبط اللي المرحلة دي محتاجاه. هو مش صانع سلام، هو مدير مرحلة انتقالية. الفرق الحقيقي بين بلير وميلادينوف، توني بلير سياسي واضح الانتماء، محسوب على الغرب بشكل فج، وجوده رسالة هيمنة. اما ميلادينوف دبلوماسي اداري محسوب على الامم المتحده، شكله محايد بس فاهم توازنات المنطقه كويس. يعني بلير يساوي مشروع سياسي، ميلادينوف يساوي اداره ازمه. وده يخلينا نسال، هل ده بديل للافضل ولا بديل للاهدى؟ طب هل البديل ده الافضل لمصر؟ السؤال ده مهم جدا. مصر تاريخيا هي الوسيط الاهم في ملف غزه، وهي الضامن الامني الحقيقي للحدود، وهي الطرف اللي بيتعامل مع الواقع مش مع الشعارات. ميلادينوف ما حاولش ينافس مصر، اشتغل جنبها مش بدلها، اعترف بدورها وما عملش قنوات موازيه، وده يخليه مش خطر على الدور المصري ولكن مكمل ليه. يعني مش الافضل لمصر سياسيا لكن الاقل تهديدا لدورها الاقليمي. طيب ليه الصحافه الاسرائيليه قلقانه؟ هنا المفارقه، رغم ان الاسم هادي ومقبول الصحافه الاسرائيليه قلقانه. طيب ليه؟ لان الدوله اللي كسبانه فعلا ما بتحتاجش مجلس دولي ولا وسيط لاداره اليوم التالي. وجود ميلادينوف معناه مفيش رؤيه اسرائيليه واضحه لغزه، مفيش نصر حاسم، مفيش قدره على فرض واقع لوحدهم، وده اعتراف غير مباشر بالارتباك. فميلادينوف هو البديل الافضل، بس لمين؟ خلينا نجاوب بصراحه. هل ميلادينوف الافضل للفلسطينيين؟ لا. طيب لاسرائيل؟ مش قوي. لحل الصراع؟ مستحيل. لكن هو الافضل لامريكا لتخفيف الضغط عنها، ولاسرائيل لكسب الوقت، وللمجتمع الدولي لتجميل المشهد، ولمصر لانه ما بيكسرش دورها. يعني ميلادينوف هو افضل حل مؤقت مش حل نهائي. التقارير اللي مش بتتقال بصوت عالي، في تقارير غربيه واسرائيليه بتلمح بوضوح المرحله الجايه مش سلام ولا حرب لكن تجميد صراع. غزه تدار مش تتحرر ولا تتحسم، وميلادينوف هنا مش بديل توني بلير، ده بديل القرار السياسي نفسه. فالسؤال الحقيقي مش هل نيكولاي ميلادينوف انسب من توني بلير، السؤال هل العالم اختار مدير أزمة ولا قرر يهرب من الحل؟ وهل المجلس الانتقالي لغزة خطوة نحو استقرار حقيقي ولا مجرد مرحلة انتظار للانفجار اللي جاي؟ الأسماء بتتغير لكن الصراع لسه مفتوح. ولحد ما نشوف الكلام على إيه، ما تنساش تتأكد إنك عامل لي فولو وسبسكرايب علشان دايما تلاقي هنا الخلاصة مع إسلام عمر. دايما وأبدا تحيا مصر وسلام عليكم.